وافية. تفضل تفضل 10 دقائق. شكرا. الرحمن رحمة للعالمين. السادة الزملاء النواب الكرام، السيد رئيس الحكومة المكلف وأعضاء حكومته المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم باسم تيار المحبة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ولما فيه خير بلادنا العزيزة الغالية وخير شعبها الأبي الكريم. وأبلغكم سلام وتحياتي عموم أنصار تيار المحبة في طول البلاد وعرضها. وأبلغكم سلام وتحيات زعيم تيار المحبة الأخ الدكتور محمد الهاشم الحامدي، الذي تشاورنا معه قبل قليل في فحوى هذه الكلمة. وأعضاء الحكومة الكرام، إنكم ستنالون ثقة الأغلبية في المجلس التأسيسي بعد قليل بحول الله، وهذا أمر واضح ومرجح بحسب المعطيات المتوفرة لدى الجميع. لذلك نغتنم هذه الفرصة لأداء واجب النصيحة لكم، فإن الدين النصيحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما ينصح به تيار المحبة الحكومة الجديدة هو أن تستأجر حافلة عادية وتتجه لسيدي بوزيد مهد الثورة، وتزور فيها قبر رمز الثورة التونسية الأول ومفجر الزلزال الشعبي والسياسي الكبير في تونس والعالم، الشاب الفقير الشجاع الذي انتفض ضد الحجرة والظلم والتهميش، فتنادى وأعطوه العهد هناك أن تكونوا أوفياء لدمه ولدماء شهداء ثورة 17 ديسمبر المجيدة، ولأشواق الفقراء والشبان الذين فجروا الثورة وانتصروا لها. ثم اخرجوا من سيدي بوزيد والمتلوي وزوروا عائلات أبطال الحوض المنجم الذين مهدوا بتضحياتهم وشجاعتهم الأجواء للثورة التونسية العظيمة، وعودوا إلى العاصمة عبر تالا والقصرين، اجلسوا عند أمهات الشهداء وقالوا جرح الثورة، انظروا في وجوه الأبطال الصناديد هناك، وأعطوهم عهد الله ورسوله أن تكونوا خداما لشعب تونس وأمناء على ثورة 17 ديسمبر وشعاراتها وأهدافها. الأخ مهدي جمعة وأعضاء الحكومة الكرام، تيار المحبة يهديكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اجعلوا هذا الحديث شعارا لكم تفلحوا. كلوا مما يأكل التونسيون، والبسوا مما يلبسون، وجربوا أن تكونوا دون دفتر علاج ولا تتكبروا على التونسيين دونهم، واجعلوا العدل سبيلكم للنجاح، فإنه أساس العمران والتقدم والحضارة. الأخ مهدي جمعة وأعضاء الحكومة الكرام، لأن لم يتضمن الدستور أن الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع كما فإن تيار المحبة ينصحكم بأن تقتدوا بقول سيدنا عمر رضي الله عنه يوم قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. واذكروا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الأخ مهدي جمعة وأعضاء الحكومة الكرام، نصيحة تيار المحبة لكم: كونوا أنصار الفقراء والمعطلين عن العمل في تونس والمستضعفين والمحرومين من دفتر علاج، أما الأغنياء ورجال الأعمال فليسوا بحاجة إليكم. الحكومة الكرام، شياطين الإنس الذين قد يجيبون لكم الانقلاب على الديمقراطية والثورة وعلى هذا المجلس الذي تخاطبونه اليوم. تأملوا فيما يجري اليوم في مصر الشقيقة العزيزة من فتنة تشبه الفتنة الكبرى. أصبح الشعب المصري شعبين، الرئيسي وشعب الرئيس مرسي، وسالت الدماء المحرمة الطاهرة غزيرة في شوارع مصر، وطالب البعض بتحويل المدارس إلى سجون لاستيعاب العدد الهائل من المعتقلين. كل هذا بعد انقلاب غاشم على الديمقراطية في مصر، انقلاب
له تيار المحبة في حينه ويجدد إدانته اليوم بكل قوة. لا تسمعوا لدعاة الانقلاب في تونس فإنهم موجودون بيننا للأسف، وكثير منهم كان يحلم بانقلاب على الشاكلة المصرية، غير أن الشعب التونسي أفشل خططهم بيقظته وتماسكه. لا تسمعوا لدعاة الانقلاب في تونس مهما أتوكم بمعسول الكلام، واعلموا أن الشعب التونسي يقظ ولن يفرط في ثورته ولن يتنازل عن حقه في تقرير مصيره واختيار حكامه بالانتخاب لا بالانقلاب، بالانتخاب لا بالانقلاب، بالانتخاب لا بالانقلاب. واجعلوا تنظيم انتخابات حرة نزيهة هدفكم الأول، فإن الإصلاح الاقتصادي يجب بالعقل والمنطق السليم أن يكون مهمة الحكومة المنتخبة المقبلة وليس مهمتكم. أنتم أعضاء حكومة انتقالية مؤقتة منتخبة ل5 سنوات. أنصحكم يا أخي مهدي وأعضاء الحكومة حكومته الكرام، لا يوسوس لكم شياطين الإنس والجن أن تطيلوا البقاء وإصلاح أوضاع البلاد. هي مهمة الحكومة المقبلة من شعب تونس الحر. وأعلمكم أن تيار المحبة لم الطريق، وهو يسمي مجلس الحوار الوطني بمجلس الوصاية على الشعب ومجلس الوصاية على نواب المجلس التأسيسي. كما يرفض تيار المحبة أن تدار شؤون تونس من قبل أحزاب خسرت انتخابات الفلاش أو أحزاب السياحة الحزبية. ومع أن تيار المحبة يحترم اتحاد الشغل والسيد حسين العباسي كثيرا، فإنه لا يرضى بأن يصبح السيد حسين العباسي الرئيس الفعلي لتونس من دون انتخابات. لا يمكننا منح الثقة لحكومتكم، وفي نفس الوقت لا نريد أن نصوت ضدكم تقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وحتى لا يقال إننا نضع العصا في العجلة، لذلك قررنا الاحتفاظ بأصواتنا. أخيرا أخي المهدي جمعة وأعضاء الحكومة الكرام، لقد أصبحتم حكاما لتونس ومكن الله لكم تسيير أمورها، فاذكروا قول الله تعالى الذي سيقف كل واحد منا أمامه يوم القيامة فردا بلا حراسة ولا ألقاب. قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ولله عاقبة الأمور. ثم شكرا لإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.